الصفات دي في صاحبتك اجري. انا قلت امشي، قلت اجري. فيديو النهارده هقول لكم فيه على اكتر الحاجات اللي لو لقيتوا صاحبتكم بتعملها للاسف هتحتاجوا تطلعوها من حياتكم. وعلى فكره الصفات دي مش في الصحبات البنات بس، في كمان الصحاب الولاد. يعني لو صاحبك برضو في نفس الصفات دي هيبقى احسن لك لو بعدت عنه. عايزاكم بقى دلوقتي تركزوا وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، خلي خيالكم يسرح. اول لما اقول صفه لو جه في بالكم حد، يعني لو اول ما سمعتوا الصفه خطر في بالكم بني ادم صاحبكم تعرفوه في حياتكم، هيبقى هو ده الشخص اللي فيه الصفه اللي انا بتكلم عنها. اول صفه الصحبه الكدابه. انا بقى هوصف لك يعني ايه صاحبه تكون كدابه. هتلاقي الصاحب الكداب ده بيكذب في حاجات مش مضطر يكذب فيها. كده كده كل انواع الكذب حرام، كل انواع الكذب غلط، بس اللي انا اقصده ان الصحبه دي مش بتكذب مثلا عشان انت ما تزعليش منها، او عشان عندها حاجه برايفت مثلا مش عايزه تقولك عليها فمضطره تكذب عشان ما تقولكيش انا مش عايزه اقولك، مش عشان تحافظ على مشاعرك، هي بتكذب عشان عايزه تكذب. يعني مثلا تساليها جبتي كام في الامتحان، تكذب. وايه ممكن تزود درجاتها وممكن تقلل درجاتها على حسب هو جاي في دماغها ايه. المهم عندها ان هي ما تقولش الدرجه الحقيقيه. هتقولوا لي في ناس كده، في ناس كده، وفي الاغلب خطر في بالكم حد دلوقتي هو ده الشخص اللي بيكذب عليكم في حياتكم. تساليها مثلا لقيتي شغل، تقولك والله قدمت في كذا مكان وبس ان شاء الله والحمد لله وربنا مع الجميع، وكلام عام كده انت ولا فاهمه هي كده اشتغلت، هي كده بتدور على شغل، هي محتاجه حاجه. وهنا انا بتكلم عن الصحاب المقربين، البيست فريندز، مش بتكلم على المعارف او الصحاب من بعيد وانتوا رايحين بقى تسالوهم اشتغلتوا ولا لا وكده انتوا بتطفلوا عليهم فهم مش عايزين يردوا. لا، انا يا جماعه بتكلم في الصحبه اللي بتروحي بيتها، بتروح بيتك، اهلكم يعرفوا بعض، انتوا زي الاخوات. يعني هي مش المفروض تخبي عليكي هي اشتغلت ولا لا، جابت كام في الامتحان والحاجات دي كلها. غير كده بقى لو سالتيها مثلا عملتي ايه امبارح، كنت فين، ممكن تقولك مكان هي ما كانتش فيه. ليه؟ مش عارفه، بجد مش عارفه. بس انا اللي اعرفه انه في ناس عندهم مرض الكذب. حاسه الكذب ده والله مرض. عارفين في مرض اسمه السرقه، اللي هو الناس اللي بتسرق وهي مش محتاجه تسرق، مش محتاجه فلوس. ساعات كتير جدا بتكون ناس غنيه بس عندها مرض ان هي لما تشوف حاجه بتبقى عايزه تاخدها من ورا صاحبها. انا بحس الناس دي كده برضو عندهم مرض الكذب. انا عايزه اكذب، بهرش كده، عايزه اكذب، بس عايزه اقول معلومه مش حقيقيه. ليه؟ والله انا متاكده انه هي ذات نفسها مش عارفه هي بتكذب ليه، وفي ناس عارفه هي بتكذب ليه. ففي الحالتين سواء عارفه هي بتكذب ليه او مش عارفه هي بتكذب ليه، لو صادفتي صاحبتك بتكذب كذا مره، مش هقولك مره مرتين ثلاثه، لا عادي عديها. وبصي انا اهو بقولك عديها، بس لقيتي الموضوع اسلوب حياه وحسيتي انك لما بتتكلمي معاها الكلام اللي طالع منها ده انت مش متاكده هو صح ولا لا، في قلبك كده دايما في شك، اعرفي ان هي الكذبه عليكي مش صدفه، مش مره مرتين ثلاثه 10، ده اسلوبها، ده طريقه حياتها، هي بتكذب على كل الناس. وصدقيني مهما كنتي بتحبيها، مهما كانت قريبه منك، مهما كنتوا زي الاخوات، مفيش علاقه صحيه بتقوم على كذب، مفيش اي علاقه. حتى لو ام وبنتها لو بيكذبوا على بعض العلاقه هتبوظ. فانا من رايي انه الكذب لو تواجد في اي شخصيه افضل ان انا ابعد عنها، لان انا عمري ما هثق فيها، لان هي دايما ممكن تكذب، دايما ممكن تخبي عني حاجه، دايما ممكن تقولي كلام وهي جواها كلام تاني. طب انا هعرف الحقيقه ازاي هعرف اتواصل معاها؟ ازاي هعرف الكلام اللي هي بتقوله لي ده فعلا بتقوله لي عشان هي حاسه بيه ولا عشان هي عايزه تكذب وتفيك؟ فعلى قد ما هو صعب بس اللي فيه الصفه دي ما بيتغيرش. اتمنى ان هو يتغير، واقدر انصحكم لو انتوا مش قادرين تبعدوا عن الشخصيه دي، عشان انا عارفه انه ساعات بيكون العلاقه قويه قوي لدرجه انه مهما الشخص عمل انتوا برضو مش قادرين تبعدوا عنه. كلموهم في الموضوع، قولوا لهم ده بيضايقني بليز، حتى لو انتوا بتعملوا ده في حياتكم ارجوكم خدوا بالكم معايا ما يحصلش. عبروا لهم عن مشاعركم، ده فعلا بيأذي مشاعري، ده فعلا بيحسسني ان انتوا الناس مش صادقين في المشاعر. حتى يعني لو حتى البنت دي بتقولك انا بحبك، هتصدقيها ازاي؟ طب ممكن تكون ما بتحبكيش. فخليكم صريحين مع نفسكم وقولوا لي هل في حياتكم حد بتتوفر فيه الصفات دي وانتوا لغايه دلوقتي مش قادرين تطلعوه من حياتكم؟ تاني صفه الصحبه اللي ما بتفرحش لو حصل لك حاجه حلوه في حياتك. انا هسكت شويه واسيبك تستوعبي. عندك من دي في حياتك؟ هقولك عنها صفات تاني. الصحبه اللي لو عندك مصيبه واتصلتي بيها، يا حبيبتي بجد حصل لك كده، لا تعالي لازم نتكلم، وتروح وتقعد معاكي وتفضل واقفه جنبك جدا وانتي بيحصل لك حاجات وحشه. بس لو حصل لك حاجه حلوه ورحتي حكيت لها، صوت صرصور الحقل بيبقى الرياكشن بتاعها اللي هو تمام عادي اوكي، ما بتتكلمش معاكي في الموضوع، اخرها تقولك مبروك وتسكت. بتحسيها ان هي عايزه تعدي الموضوع، مش عايزه تسمع تفاصيل اكتر عنه. جماعه احنا بشر، زي ما بنحب ناس تتكلم معانا واحنا مخنوقين واحنا متضايقين، لما بيحصل لنا مصايب طبعا بنبقى محتاجين صحابنا واهلنا جنبنا في الوقت ده، بس برضو بنبقى محتاجين ناس جنبنا واحنا فرحانين، لما بيحصل لنا حاجه حلوه، لما بيحصل لنا ايفنتس مهمه قوي في حياتنا وايفنتس سعيده، بنبقى عايزين حد نشاركه الفرحه. فلما يكون اقرب صاحب لينا مش عارفين نشاركه الفرحه لمجرد ان هو هيزعل لو سمع حاجه
حاجه زي دي، يبقى الشخص ده صاحب ازاي؟ صاحب ازاي؟ وايه السبب؟ ليه الشخص ده ما يفرحش لو حصل لكم حاجه حلوه؟ لو انتوا فعلا بيست فريندز وقريبين جدا من بعض وبتحبوا بعض جدا، لازم تتمنوا الخير لبعض. لو في صاحبه بقى لما بيحصل لك الحاجه الحلوه بتقفل على نفسها وتعمل نفسها مش سامعه، مش شايفه، نجاحك بالنسبه لها مش موجود، عايزه برضو تقنعيني ان هي صاحبتك؟ عايزه برضو تقنعيني انها بتحبك وخايفه عليكي؟ انا مش مقتنعه. ووالله مقدره جدا انه ممكن يكون في ناس زي كده في حياتكم انتوا مش عارفين تطلعوهم، لمجرد ان هم عشره عمر، لمجرد ان هم اصلا بيقفوا جنبكم في الحاجات الصعبه وفي المواقف الصعبه، بيقفوا جنبكم فانتوا بتحسيهم ناس جدعان قوي ومش هقدر اسيبهم وكده. بس مش طبيعي والله يا جماعه، مش طبيعي لو ناس ما بتفرح لكوش لما يحصل حاجه حلوه. او هقول لك على حاجه، هقول لك امتى تعرفي الشخص ده فيه الصفه دي ولا لا. لو لما بيحصل لك حاجه حلوه بتحسي انت متضايقه شويه، اللي هو ده انا لما اقول للشخصيه دي هتزعل، يا لهوي. اول لما تحسي كده اعرفي ان الشخص ده مش كويس، وفي الاغلب لازم تبعدي عنه. الصحبه دي مش هتفرح بيكي غير لو كنتي في حته قليله، غير لو كنتي ما عندكيش طموح، غير لو كنتي مش عايزه تعملي حاجه حلوه في حياتك. طول ما انتي حاسه بفشل، حاسه بضيق، بخنقه، هتكون مبسوطه بيكي وبتحبك قوي. بس لو في يوم قررتي فيه تكوني طموحه، تبقي شخصيه احسن، تشتغلي على نفسك، هتزعل وتتضايق منك. فانتي جنب الشخصيات دي مش هتعرفي تعملي حاجه حلوه لنفسك. هتحسي دايما انك لو عملتي حاجه كويسه لنفسك الناس دي هتزعل، هتضطري ما تعمليش حاجه حلوه في حياتك. فالصحاب دول هيرجعوكي لورا، فمش عايزينهم. ثالث صفه، نفسي اي حد في الصفه دي ارجوك ما تعرفنيش لو سمحت. انا اي حد بيشوف الفيديو فيك الصفه دي ما تعرفنيش ارجوك. يعني مش لازم نبقى اصحاب، مش لازم نعرف بعض خالص، لان لو حد فيه الصفه دي انا مش بحترمه، انا بشوفه انسان غير محترم. وانا قد كلامي، لان انا شفت ناس كتير قوي بتعمل كده وما عرفتش اتعامل معاهم بعد كده مهما كنا قريبين. مش بقدر، خلاص بشوفه كده انسان مش سوي، مش بشوفه كانسان، خلاص عيني بيقع من نظري. عارفين والله في حاجات لما انسان بيعملها كلمه يقع من نظري دي بتعبر عنه قوي، اللي هو انا كنت شايفاك حاجه دلوقتي انا شايفاك ولا حاجه. الصفه اللي بتكلم عنها هي لما الشخص يتعامل كويس بس مع الناس الاحسن منه او اللي ليه عندهم مصلحه. بس لو حد اقل منه او ملوش عنده مصلحه التعامل بيختلف تماما، تلاقوه انسان غريب قوي. ايه ده جبت الطريقه الوحشه دي منين؟ جبت الاسلوب ده منين؟ انا مش عارفه. بس الناس اللي بتعمل كده جماعه هم مش بس ما ينفعش يبقوا اصحابكم، ما ينفعش يبقوا ناس معارف تعرفوهم حتى، لان الصفه دي بتقول عن الشخص ده كتير، ان هو ما بيعملش اي حاجه غير لما يكون في من وراها فايده ليه، والعلاقات ما بتقومش على كده. بجد يا جماعه الناس دول مش بطيقهم، بيجيبوا لي ضيق تنفس. لو قاعده في اوضه والشخص ده قاعد في نفس الاوضه ببقى عايزه امشي، ببقى عايزه اهرب. حتى لو الناس دي صحابكم، حتى لو الناس دي بيعاملوكوا انتوا حلو، لو بيتعاملوا مع الاقل منهم بطريقه مش كويسه يبقى الشخص ده مش كويس. ما تقدروش تقنعوني بحاجه غير كده، ما تقدروش. انا بعرف اصلا الشخص اللي انا بكلمه ده كويس ولا لا لما اشوفه بيتعامل ازاي مع الويتر، مع عامل نظافه، مع حد بيساعده في تنظيف البيت. انا لو شفت الشخص ده بيتعامل ازاي مع الناس دي ولقيته بيتعامل كويس انا زي العاميه كده بصدقه. خلاص انت انسان، يعني انت انسان. اللي ما بيعملش كده انا مش عارفه. ومهما كان الشخص بيتعامل معايا احسن معامله، بصوا لو كان الشخص ده معايا ملاك، بس لما بيتعامل مع الناس هو شايفها في دماغه المريضه اقل منه في المستوى، اقل منه ماديا، اقل منه تعليميا، اقل منه في اي حاجه، او ناس هو مش محتاج منهم حاجه دلوقتي، لو لقيته بيتعامل معاهم وحش ومعايا ملاك ده شخص وحش بالنسبه لي. انا مالي بتعاملك معايا؟ يمكن بتتعامل معايا النهارده عشان محتاج مني حاجه، يمكن بكره ما تحتاجش مني الحاجه دي، يمكن انا بكره يا عم ابقى انسانه افقد حاجات عندي، ساعتها ايه؟ هترميني؟ يعني ساعتها هيبقى ماليش لازمه. زي ما الشخص ده بيتعامل مع ناس تانية بطريقه وحشه لمجرد ان هو مفكر نفسه احسن وهو مش احسن ولا حاجه، هيجي في يوم ويتعامل معاكم انتوا كمان وحش. اليوم ده هو اليوم اللي هتفقدوا فيه قيمتكم عندهم. ممكن تكون قيمتكم ان انتوا صاحب بيستمع لهم لما بيبقوا متضايقين، صاحب بيقف جنبهم في وقت الشده، مش لازم فلوس، فاهمين قصدي؟ بس انتوا بتقدموا لهم قيمه في حياتهم، وممكن جدا القيمه دي انتوا تخسروها عادي، ممكن شخصيتكم تتغير. لو حصل كده خلاص الشخص ده هيرميكم. انا بجد عمري ما فهمت الاشخاص دي، وما يشرفنيش ان انا اكون صاحبه مع حد بيعمل التصرف ده. رابع صفه، بصي هتفهميني دلوقتي، الصحبه اللي لما تيجي تكلميها عن نفسها تبقى مبسوطه وعماله تتكلم معاكي وترغي وتلاقيها فرحانه وتجيب مواضيع من هنا على مواضيع من هنا وتحسيها عايزه تتكلم قوي. بس لو جيتي تحكي لها عن نفسك، حاجه حصلت لك بقى، موضوع عايزه انت ترغي فيه، تلاقيها بتقلل قوي في الكلام، اللي هو مش مهتمه. ولو انت بتتكلمي وقلتي كلمه كده فكرتها بحاجه عن نفسها، توقفي الموضوع بتاعك، خلاص انت وقتك خلص انت وقتك خلص معاها، تخليكي تسكتي خالص، تبتدي هي بقى تشرح لك الموضوع اللي عن نفسها اللي هي افتكرته وانت بتتكلمي. طب انت ما خلصتيش، طب انت لسه ما خلصتيش كلامك، اخلص كلامي طيب؟ لا، هي بتدخل موضوعها على طول.
لو عايزين تعرفوا ازاي تقدروا تعرفوا مين الشخصيات دي، هقول لكم طريقه. لو عندكم صاحب كل ما تقعدوا معاه بيبقى كميه الكلام اللي هو اتكلمها حوالي 70% 80% من القعده، وانتوا اتكلمتوا 20%، لو لقيتوا ان هو بيتكلم 80% من القعده وانتوا بتتكلموا 20%، اعرفوا ان هو شخص مش بيسمعكم. اصل انتوا فين مشاركتكم في الحديث؟ فين؟ انا متفهمه لو 50 50 60 40، بس 80 20 دي مستحيل. يبقى في حد بيتسكت، يبقى في حد ساكت غصب عنه، او لما بيتكلم مش بيتسمع، او لما بيتكلم بيبان على الشخص اللي قدامه ان هو زهقان ملان مش مبسوط، فالتاني عشان هو محترم بيضطر يسكت. وفي شخص تاني اللي بيتكلم 80% ده مستغل جدا انه الشخص الاولاني ده محترم ومش عايز يقول له اسكت، او مش عايز يقول له طب انا كمان عايز اتكلم في موضوعي، سايبه يتكلم في موضوعه براحته، فبالتالي بيرغي وبيستغل الموضوع. فلا، انتوا محتاجين ناس في حياتكم مهتمين بيكم، عايزين يعرفوا معلوماتكم، عايزين يعرفوا اخباركم، عايزين يطمنوا عليكم، عايزين يعرفوا ايه مشاكلكم، ايه اللي شاغلكم، بتفكروا في ايه دلوقتي، عايزين تعملوا ايه. وانتوا كمان تسمعوهم وتعرفوا كل الحاجات دي عنهم. هي دي الصداقه، علاقه بتاخدوا فيها حاجات من اللي قدامكم وبتدوا فيها كمان. لكن لو حد فكر ان هو لازم ياخد بس، الشخص اللي قدامه يسمعه بس، الشخص اللي قدامه يقدم له نصايح ويقعد يسمعه ويركز في تفاصيله، بس هو مش هيقدم نفس الموضوع للشخص اللي قدامه، لا سوري، دي علاقه مش متساويه خالص. وخليكم عارفين مهما استحملتوا اشخاص بتعمل التصرف ده مش هتكملوا للاخر، لان انتوا هتسمعوهم اول يوم وتاني يوم واول اسبوع واول شهر واول سنه، هيجي عليكم وقت زهقتوا عايزين حد كمان يسمعكم زي ما انتوا بتسمعوه. وللاسف هتلاقوا نفسكم من غير ما تقصدوا بتدوروا على اصحاب تانيين. فجاه هتلاقي في صاحبه جديده في حياتك ظهرت، بتسمعك، بتهتم بيكي، مهتمه تعرف اخبارك، وفجاه هتحسي اللي هو ايه ده، هي الصحوبيه اصلا حلوه كده؟ انا ما كنتش حاسه بالصحوبيه، انا كنت حاسه ان انا مجرد آلة بتسمع وتهتم باللي قدامها بس عمر ما حد اهتم بيكي قبل كده. فلما تدخلي في علاقه صحيه، في صداقه بجد متكافئه، بجد الشخص اللي فيها مهتم بيكي، مهتم يسمعك، مهتم يعرف عنك، بجد هتحسي انه الصداقه اللي انت كنتي فيها قبل كده مش صداقه. الصفه الخامسه، الصحبه اللي بتتكلم عن الناس وحش، دايما بتتكلم عن الناس وحش. انا ما عنديش مشكله في الكلام والرغي وبصي دي حصل كذا ده اصلا حاجه لذيذه جدا من الصحاب. انا بتكلم عن الشخص اللي بيتكلم عن اي حد مهما عمل له حلو وعمل له وحش، ما كلموش خالص، بيتكلم برضو عنه وحش. وفي ناس كده في الحياه، في ناس كده في الحياه للاسف. في ناس يجي سيره اي موضوع يطلعوا لكم فيه الحاجه الوحشه بس ما يتكلموش بطريقه ايجابيه خالص. كل اللي طالع من بقهم حاجات سلبيه 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 سلبيه. لا، ستوب، اسكتوا، لاست اوردر، خلاص مفيش، مش عايزه اسمع، مش عايزه اسمع. تقولي لها مثلا الله الممثله دي حلوه قوي، تقول لك دي عامله عمليه كذا وعمليه كذا، واصلا بيحطوا لها فلاتر، واصلا ده ميك اب، واصلا ده اكستنشن شعر، وهي مش كده في الحقيقه، واصلا وحشه. ليه؟ مش بس كده، الله ما شاء الله البنت دي جابت درجه حلوه قوي، دي غشت، انا شفتها بعيني وهي بتغش. انت فكره انها اصلا هتعرف تجيب الدرجه دي لو ما غشتش؟ دي اصلا اكيد غشت. الله احنا رايحين رحله بكره، رحله، هي دي رحله؟ الناس كلها بتسافر بره مصر، احنا حيالله رايحين دهب، اللي هو والرحله دي تكوني مستنياها طول حياتك مثلا، ورايحين مكان حلو وبتستعدوا ليه بقالكم كتير، بس هي عايزه تقلل منه. عارفه لو قلت لها مثلا رايحين لبنان، هتقول لك لبنان؟ رايحين بلد عربي، غيرنا اصلا بيروحوا اوروبا. لو كنتوا بقى رايحين اوروبا هتلاقيها زعلانه برضو، مش عارفه ليه، بس هي دايما زعلانه، دايما مكتئبه، دايما بتطلع الحاجات الوحشه في الموضوع. الناس اللي بتعمل كده بجد ناس سلبيه، هتسحب طاقتكم، هتقعدوا معاهم ساعه ساعتين، هتخرجوا من القعده كل الطاقه الحلوه اللي انتوا كنتوا داخلين بيها القعده خسرتوها، اتبخرت، طارت. وبجد يا جماعه الطاقه الايجابيه دي رزق من ربنا، وحاجه المفروض احنا نفضل ندور عليها ونحاول ان احنا نكتسبها ودايما تفضل جوانا. لانه الطاقه السلبيه سهله قوي انا اقعد اقول لك ايه الوحش في حياتي، وايه الحاجات البايظه، وايه الحاجات اللي ما مشيتش كويس، وايه الحاجات اللي كانت ممكن تمشي احسن. سهله قوي قوي قوي. الصعب ان انا افضل اقول لك طب ممكن نخلي ايه احسن، ايه الحاجه الحمد لله انها حصلت، ايه النعم اللي في حياتي، ايه الحاجات اللي انا ممتنه لربنا انها في حياتي. ده صعب، الطاقه دي صعبه. فدي الطاقه اللي احنا محتاجين دايما تبقى جوانا. فاحنا اوريدي بنبقى تعبانين قوي عشان نجيب طاقه ايجابيه، بنجيبها من اي حته، وبنستراجل وبنتعب عشان نجيب طاقه ايجابيه تبقى جوانا، ونحس بالرضا، ونحس ان احنا مبسوطين وراضيين عن حياتنا. لما يجي بقى شخص يسحب كل الطاقه دي اللي انا اصلا جايباها بصعوبه، انا اصلا والله العظيم جايباها
بطلوع الروح. لما حد يجي ياخدها لا سوري رجعها لي بعد اذنك، معلش انا عايزه طاقتي الايجابيه، انا مش بلاقيها كل يوم تحت المخده، انا عايزه طاقتي الايجابيه. وهي دي كانت الصفات اللي مستحيل يكونوا صحابي. اكتبوا لي بقى في الكومنت لو عندكم صحاب فيهم الصفات اللي انا قلتها دي، وفيهم انهي صفه بالظبط، ولو عندكم هل هم لسه اصحابكم لحد دلوقتي ولا قطعتوا علاقتكم بيهم. وفي الاخر عايزه اقول الحمد لله على نعمه الصحاب، الحمد لله على نعمه الاصدقاء. وبجد اي صحاب مروا في حياتي سواء كانوا صحابي او دلوقتي صحابي انا ممتنه ليهم جدا. انا اعرف دلوقتي ناس وعرفت ناس كويسين جدا في حياتي، وكانوا فعلا نعمه ربنا عليا في وقت انا ما كنتش هعرف اعدي منه لو ما كانش عندي الصحاب دول في الوقت ده. عشان كده انا دايما ممتنه لاي صحبه عدت في حياتي. وبس كده، نفسي قوي تكتبوا لي رايكم في فيديو النهارده، واكتبوا لي كمان افكار نعملها للفيديوهات اللي جايه. زي ما قلت لكم القناه دي هتكون عن كل حاجه عنكم، ازاي تبقوا ناس احسن، نصايح، ميك اب، شعر، عن كل حاجه ممكن تخلينا نسخه احسن من نفسنا. يا جماعه انا بقرا كل كومنتاتكم، فبليز اكتبوا لي انتوا بجد محتاجين تشوفوا فيديوهات ايه، ولو لقيتوا فكره عجباكم وفعلا هتستفيدوا منها اعملوا لها لايك عشان انا اشوف الكومنتس اللي واخده اكبر لايكس واعرف انه دي اكتر حاجه انتوا عايزين نعملها. وبس كده، نفسي قوي تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده. انا عن نفسي انبسطت قوي ان انا قعدت معاكم.